يا مساء الفل، ازيكم بنات؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهاردة هنعمل الرنجة المشوية في الفرن. هنشوي الرنجة وهنعملها بطريقة بسيطة وسهلة جدا، وان شاء الله هتعجبكم. واحنا بقى ايه، بما اننا طالعين من عيد واخر ناس ناكل رنج فمعلش بقى سامحوني الفيديو ده اتأخر عليكم شوية. فنبدأ الفيديو بتاعنا كده، نسمي الله ونصلي على رسول الله. ايه ونبتدي بقى الفيديو بتاعنا. انا حطيت الرنجة في الفرن، والحاج بقى ايه بيحب هو اللي يعملها بايديه، واحنا بنحب ناكلها من ايده بصراحة. انا بعرفش اخدمها قوي زيه كده. هو مسكها بقى ايه، انا قلت له اعملها على البرد، قال لا احنا هناكلها مشوية زي ما احنا بناكل. فمسكها بقى خلاها بقى وفصصها ووضبها التوضيبة اللي هي. وقلت له بقى اطلع بقى بره في الجنينه، اقعد في الجنينه علشان ايه، انا مش عايزه زفره في المطبخ المهم بقى ايه، فصصها وخرط عليها بقى طماطم. ويقول لك بقى ايه، ده السر التكه اللي ما بقولوش لحد وقام خرط عليها فلفل اخضر بقى وخضار بقى وطويل ليمون بقى، واديها ليمون وزيت وفلفل اخضر وطماطم، بقت سلطه طحينه. اقول له حط عليها طحينه، يقول لي لا هي كده وخلاص. المهم بقى ايه، سبته بقى بيوضب فيها بره، وهو خلصها بقى كده. وقمت داخله بقى عجنه ابوريه او عيش طب، زي ما بتسموه بقى ايه، بيقولوا له بقى في الكومنتات انتوا بتسموه ايه في البلاد. تمام كده، كل بلد وبتسميه بقى باسم. قمت جايبه بقى 2 كيلو دقيق ورشه ملح. هو بينعجن بميه وملح بس يا جماعه، ولا اي حاجه، ميه وخميره و... وشويه ملح بس زي العيش العادي، بس هو ده بقى ايه بيبقى لين شويه. وقمت ماسكاها بقى اللته اللي هي. وقمت بقى ايه، هو بيحب بقى تلتيه الاول كده وهو لابس، وتحط له شويه ميه بشويه ميه كده لحد ما يجي معاك ويتلت بقى ويبقى حلو قوي. بعد كده بقى ايه بيبقى لين بقى، وتحط له ميه الخميره بقى. انا كنت ما كنتش لسه حطيتها. بعد كده بقى ايه، بالطبيه بقى، يعني يبقى لين بقى الطب بقى زي ما انتوا هتشوفوا بقى دلوقتي في الفيديو كده. الطب بقى تحط ميه، والطب اللي هو بيبقى لين شويه بس بيبقى جميل بقى في اكل. انا قربت منكم قربت الكاميرا اهو، التليفون علشان يبان قوي القوام بتاعه، عشان يبان القوام بتاع العجينه. ده اسمه عيش ابوري او عيش طب. او بصوا بيبقى لين بقى كده. تفضلي بقى الطب بقى زي ما شايفين حركه ايدي دي، هي دي اللي بتخليه بقى، هي دي سر جماله. هي دي بقى السر في جماله. هو كان عايز سقطه ميه كمان، فانا حطيت سقطه ميه، وفضلت بقى ايه اعمل بايدي زي ما انتم شايفين كده. تطب بايدك كده بيبقى في منتهى الجمال وبيبقى طري قوي. وانا حطيت بقى الفوطه تحت العجانه عشان ايه، العجانه كانت عماله تروح كده وتيجي كده. والعيش ده بيحب لازم يبقى حد قاعد قصادك ويمسك لك العجانه. فانا ما عنديش حد بقى يمسك قصاد، يمسك لي بقى العجان. فقمت حاطه بقى تحتها فوطه عشان ما تروحش بقى كده وتيجي كده وتجرني وراها. المهم بقى يا حبايبي، انا كده خلصته بقى اهوت، وقمت راكناه ومغطياه بصينيه. وقمت بقى ايه، قلت اما اروق المطبخ واغسل المواعين على ما ايه، على ما يخمر. سبته بقى نص ساعه كده، كان بقى ايه تمام التمام. وقمت جايبه بقى الصينيه وقاعده في الارض بقى. انا تعبت يا جماعه. وبعدين ايه، عايزه لايك بقى يشجعني كده واشتراك في القناه يا جماعه. دعموني يا جماعه واشتركوا لي في القناه، الله يخليكم. فالمهم قمت جايبه بقى شويه رده، ودي اهم حاجه بقى. الرده للعيش ده اهم حاجه. الرده احسن من الدقيق، والرده افيد من الدقيق. للعيش ده بالذات بيحب الايه، بيحب تقطعيه على رد، بيبقى جميل بقى كده. والرده اصلا صحيه. وتجيبي سقطة زيت بقى وتعصي ايدك علشان ايه ما يشبطش في ايدك بقى وانت بتقطعي كده، ما يضايقكيش ولا يشبط في ايدك. وكمان الزيت مش بيخليه بقى ايه يعمل طبقة كده خشنة على وش العجينة، ولا ايه ما يقشفش، يعني ما ينشفش منك، يفضل بقى كده طري زي ما هو كده لحد ما تخبزيه. الهواء ما يأثرش فيه، يعني هو ده اللي انا اقصده. تمام، انا خلصت بقى اهوت. خلصت عجين، وسقطة الزيت دي بقى برضه بتساعدني علشان ما يشبطش في ايدي. خلصت بقى وقمت جايه بقى. طبعا ما بتغطيش، يعني العجين العادي احنا بنغطيه، ده ما بيتغطاش، ده بيتنه مكشوف كده لحد ما يرفع تقومي خبزاه. ما بيتغطاش ده، علشان لو غطيتيه بقماشه او بستريتش او باي حاجه او بمشمع ولا اي حاجه هيقوم شابط فيه. كنت انا بقى ايه مولعه الفرن ومهدياله عشان يسخن، علشان احط العيش والفرن سخن. بتفرق قوي يا جماعه، لما تحطي العيش والفرن سخن بيفرق جدا. بيبقى العيش بيخش الفرن يقب على طول ويشتغل في الفرن على طول، بخلاف بقى ما تحط على البارد. يعني لما تحطي على البارد
العيش ما بيقبش قوي يعني في الاول كده، فبتبقى الضحيه بقى كام رغيف. لكن لما بتولعيه قبلها بشويه وتسيبيه لحد ما تجهزي بالعجين بتاعك، بتحطي بقى، تيجي تخبزي بقى تلاقي العجين اشتغل في الفرن، والعيش يطلع بقى ايه، يبقى كده طلع من الفرن قنابل زي اللي انتوا شايفينه ده كده. وجيت بقى ايه، ابتديت بقى اشتغل، وكان بقى الحاج كان خد بطاطستين يقشرهم بقى ويعملهم صوابع. وانا قلت لهم انا كده دور انتهى بقى، وانا تعبت كده، كملوا انتوا بقى كملوا انتوا بقى، كفايه عليا العيش. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كانت قرفته زي العسل، وكان ايه، كان جميل. شوفوا شوفوا الجمال ما شاء الله. اهم حاجه يا جماعه العيش، اهم حاجه عجينه. تعجني العيش وتديله حقه في العجين، تاكلي احلى عيش، احلى عيش. ولا تقولي لي بقى فرن ولا اي طابونه هتجيبي منها عيش. مفيش احلى من الحاجه في البيت، والحاجه اللي انت بتعمليها في بيتك مفيش احلى منها. والعيش بقى بسم الله ما شاء الله عمال يطلع كده ويقب ويطنبر وكان ايه، كانت قرفته جميله جدا، وكان زي الورد، كان بيطلع من الفرن زي الورد ما شاء الله، بألف هنا. او بصوا شوفوا جميل ازاي ما شاء الله. إيه، وجيت بقى ايه، انا خلصت والله ما خدوش مني حاجه في خبيزهم بصراحه، ولا في عجينه. اصل العيش الابوري ده سهل جدا في عجينه، وسهل جدا في خبيزه، ما بياخدش وقت. ده في ثواني، بتعجنيه في ثواني وتقوم مدخلاه الفرن. الحاج بقى بعد ما عمل الرنجه، طبعا كانت القطط واقفه جنبه وعمال يفصص ويرمي لهم بقى الفضلات بتاعه الرنجه وكده. فقام فاتح الخرطوم بقى وغسل الجنان، عشان كنا هنفرش بقى ونقعد هنا ناكل. ما انا قلت لهم احنا هنقعد بره. قمت انا بقى ده خلصت العيش بقى ودخلت المطبخ عشان اشوف الجريمه دي. لقيت بقى عبد الرحمن ابني، انا كنت مطلعه الجبنه القديمه ديت، والحاجه عاملها هي، تعملها سلطه وقطع بطيخ، والرنجه جاهزها اهي. والجبنه القديمه بقى شفتوا عامله ازاي، زي المرهم. الجبنه القديمه بتاعتي ملهاش حل. والجرام اهو، بصوا جمالها اهو، بصوا دايبه دوب زي المرهم. والجيران بقى ربنا يخليهم لنا، كل ما بيزرعوا جرجير ولا خس ولا حاجه بيقوموا حاتفينه لي في البرندة. مراعينا يعني في الخضار والخيار المخلل ده انا حطاه في الجبنه القديم. بيبقى شوف عامل ازاي، احمر زي الفسيخ. اللي ياكل منه قطمه ما ياكلش فسيخ تاني، هي قطمه وخلاص. وبعدين بقى جينا فرشنا وطلعنا بره. اهم حاجه العيش اهم حاجه العيش القبوري ده. والسردين بقى البلد الجميل دهوت اللي زي الزبده ده اهو. والبطاطس اللي عبد الرحمن ابن محمرها دي اهم حاجه، والجبنه القديم والبطيخ.